في واحده بتسالني بتقول لي يا دكتوره بنتي لما كان عندها 19 سنين كانت تقريبا اطول واحده في الكلاس بتاعها، دلوقتي عندها 12 سنه وتقريبا كل اصحابها طولوا وبقى اطول منها، وهي تقريبا ما طولتش غير كام سنتي في الكام سنه اللي فاتت. ازاي ده؟ سالتها سؤال مهم جدا، هي بنتك كان وزنها وهي عندها 19 سنين كان زايد عن المعدل الطبيعي بكتير؟ قالت لي اه. قلت لها بنتك اللي كان عندها 19 سنين جات لها الدوره الشهريه بدري عن صحابها اللي بقوا اطول منها دلوقتي؟ قالت لي ايوه فعلا. طب ايه علاقه ده؟ الدوره لما بتبدا نتيجه لافراز هرمون الاستروجين او البلوغ عند البنات، واللي بيزيد معدل النضوج او البلوغ بشويه زياده في الوزن، فالوزن الزياده بيخلي الستارت بتاع الدوره الشهريه يبقى بدري عن المعدل الطبيعي. البنوته لما كان وزنها زياده ادى الى شويه بلوغ مبكر عن صحابها بسنه او بسنتين، يعني الدوره بدات تجيلها بدري، هرمون الاستروجين بتاعها بدا يتفرز بدري. هرمون الاستروجين لما بيطلع بيبدا يقفل الابيفيسيس بتاعه العظم. ايه الابيفيسيس دي؟ الحته اللي في اخر كل عظمه، الحته القرقوشه اللي بتاكلها في عظمه الفرخه، عندنا زيها هنا قرقوشه هنا وقرقوشه هنا، القرقوشه دي اسمها الابيفيسيس، والابيفيسيس دي هي المسؤوله عن ان العظم يطول. طول ما في اخر كل عظمه حته قرقوشه، معنى كده ان العظم ده هيفضل يطول، يعني هطول زي اصحابي. اول لما الاستروجين بيبدا يتفرز بيحصل كالسيفيكيشن للقرقوشه اللي في اخر كل عظمه، يعني الابيفيسيس بتاع العظم بيقفل، فمعدل الطول بيقل. لو شفتوا كده على الجروس تشارت اللي انا حطاه هتلاقي ان المعدل او الجروس اكسلريشن او اكبر معدل للنمو في البنات بيبقى من سن 19 سنين لغايه ماكسيمم 14 سنه. بعد 14 سنه بيبدا طول البنات تقريبا يثبت، يعني هتلاقوا الجروس تشارت ماشي، الكيرف ماشي خط مستقيم مش طالع لفوق، على عكس الولد ما عندوش هرمون استروجين، بيبدا الولد يكبر او يطول من اول سن 10 11 سنه، يبدا مرحله الاكسلريتد جروس، ممكن تبقى عند 10، ممكن تبدا عند 12 13 14، وممكن يكمل في الطول لغايه لما بيوصل 18، واحيانا ولاد بتوصل ل 20 سنه. طيب بنتي اللي جات لها الدوره لسه من سنه او من سنتين، اعمل ايه عشان اطولها؟ وبنتي اللي وزنها زياده وقربت على ان يجيلها الدوره وبدات عليها علامات البلوغ غير الدوره زي الشعر في اماكن معينه من الجسم، اعمل ايه عشان اضمن ان هي تطول؟ ده اللي هنقوله في الفيديو الجاي. تابعوني ومتنسوش دايما صحتكم بامان مع دكتوره عزه شعبان.